رجعت لكم بفيديو عن ريزو رامون. المصارع ده يا جماعة على فكرة كان نجم كبير جدًا، بس أنا هاحكي لكم النهارده إن قصة مأساوية تسببت إن هو قتل واحد قبل كده. وصّلوا الفيديو 20 لايك وقناة خلاص تقدّم للربح أهي. تعالوا بقى أقول لكم التفاصيل. في يوم 20 مارس سنة 94 وفي عز أحداث ريسلمانيا 10 في ماديسون سكوير جاردن، النور ضلِّم والجمهور سكت خالص من كتر الحماس، ولقينا مزيكة سكارفيس فيلم الباتشينو المشهور. ودخل معاه مصارع اسمه ريزر رامون، كان واثق في نفسه ولابس دهب كده وخِلّة سنان في بُقّه. والليلة دي كان ماتش السلِّم ضد شون مايكلز على بطولة القارات، والماتش ده لسه لغاية النهارده ناس معتبراه أعظم ماتشات تاريخ المصارعة كلّها. طب الموضوع بدأ إزاي؟ هو اتولد سنة 58 والراجل ده وراه شخصيات كتير، هو اسمه سكوت أوليفر هول. اتولد في 58 زي ما قُلت لكم، وأبوه كان ضابط في الجيش، وطفولته كانت عبارة عن إن هو بيتنقّل مستمر ومش مستقر طول الوقت، ولقى نفسه في الرياضة وكان شاطر في المصارعة جدًا، وكعادة الرياضيين كان برضه بيلعب American football، وده اللي خلّاه يعني صبور وفاهم الدنيا، لحد ما حصلت حادثة بوّظت له كل حاجة. سنة 83 وقبل ما يصارع حتى، اتحط في موقف صعب جدًا. كان بيحصل خناقة كده قدّام night club أو كباريه يعني، وسكوت قال لك أنا هاخد مسدس من معايا من حد يعني موجود وضرب بيه شخص في دماغه، وقال لك لمّا اتسأل أنت ليه عملت كده وبتاع، قال لك كنت بادافع عن نفسي، والتهمة اتشالت من عليه عشان ما كانش في أدلة كفاية. بس الحادثة دي فضلت ملاحقاه نفسيًا كتير جدًا، يعني بشكل مرعب. بدأ في اتحاد الNWA سنة 84 وراح اتحاد AWA، طبعًا اتحادات قديمة كلها، وكان اسمه وقتها ماجنوم سكوت هول. وعمل فريق مع صاحبه اسمه كيرت هينج، وكسبوا بطولة في ماتش قعد 58 دقيقة. وحاول يدخل الWWF مرتين زمان يعني بس فشل، لحد ما راح الWCW وكان شغال جوبر. جوبر دي يعني مصارع بيخسر للنجوم وخلاص، زي ناس بريت هارت والناس زي دي اللي كان بيخسر منها. وراح اليابان وبعد كده رجع الWCW بشخصية ديمون ستيد. وبدأ بقى عصر اسمه الباد جاي لما انضم للWWF بشخصية ريزر رامون، الولد الصايع اللي من ميامي اللي مش عارف إيه. والشخصية كانت مستوحاة تحديدًا من فيلم سكارفيس بتاع الباتشينو، حتى لازمته الشريرة بتاعة say hello to the bad guy. أول ماتش ليه كان في 2092 وكسب بحركة اسمها razor edge، وكان دايمًا بيدّي سلاسل الدهب دي لحد واقف جنب الحلبة، ويقول له لو حصل حاجة للسلاسل دي هازعّلك، وبعدين يرمي عليه سلاكة السنان اللي في بُقّه دي. ودخل في عداوة مع ناس زي راندي سافاج وريك فلير وبريت هارت وكسب بطولة القارات، وكسب شون مايكلز. وكان أول مرّة على فكرة مصارع يكسب بطولة القارات 3 مرّات في سنة 95. بداية الانهيار جات إزاي بقى وده اللي أنا عامل عشانه الفيديو. في عز ما كان ناجح كان بيحارب الشياطين الخاصة بيه، تحديدًا اللي ليها علاقة بالمخدرات، والاتحاد وقفه 6 أسابيع، وكان ليه ماتش في WrestleMania 12 واتلغى. وبدأوا يقول لك ده الاتحاد هيخلّوا شخصيته أصلًا ملكية فردية وكده، وجابوا مصارع تاني يمثل الدور بتاعه اللي هي ريزو رامون. وكمان في الNWA والمشاكل القانونية، هو راح الWCW وكان دخل مع عصابة هوجن وكيفن ناش والناس دي لمّا عملوا الNWO، عصابة زي The Shield والحاجات دي دلوقتي يعني. بس الإدمان دمّر حياته بجد. مراته قالت له أنا عايز أتطلّق سنة 98، واتقبض عليه إن هو اتحرش بواحدة كبيرة في السن، وخرّب عربية ليموزين وهو سكران. فالراجل عارفين حياته اتحولت 180 درجة، من نجم ناجح لواحد بيتبهدل خالص في كل النواحي. وحتى الWCW قالت له أنت على فكرة أنت واحد مدمن وإحنا هنستخدم ده في سيناريوهاتنا. بدأوا عارفين اللي هو بيبوظوا له حياته خالص يعني. في سنة 2008 كان في كوميديان كده طلع يتريق على أوين هارت. أوين هارت اللي ما يعرفوش أنا ممكن أعمل له فيديو مخصوص، بس هاقول لكم قصته باختصار. هو كان واحد كسر رقبة ستيف أوستن بالغلط، ف فستيف أوستن اعتزل. بعد كده أوين هارت ده عمل شخصية كده مقنع زي سين كارا والناس دي، وكان حاسس بالذنب إن الجمهور بيكرهه بسبب حكاية ستيف أوستن. ففي مرة وهو نازل في الحلبة بالواير يعني، وكان الواير من فوق كده، فهو بينزل من فوق بالحبل يعني، فالحبل وقع نزل على ضهر الكورنر، ضهره اتخبط في ضهر الكورنر في سقف الكورنر يعني. طبعًا مات في لحظتها، وبعد كده الماتش اتلغى وكده، ومات وهو 32 سنة بس يعني. فلمّا حد اتريق على كوميديان اتريق على أوين هارت ده، روزر رامون طلع ضربه. في 2010 راح المصحة على حساب الWWE وركب جهاز تنظيم ضربات القلب وجهاز صدمات، وبعد كده جاله نوبات صرع وبياخد 11 نوع أدوية في اليوم، لحد ما دخل المستشفى بسبب جرعة مخدرات. في 2012 اتقبض عليه إن هو تحاول يخنق حبيبته وهو سكران. و وكيفن ناش اللي هو صاحبه في الحقيقة جدًا،
قال لك ده كلّه بسبب صدمته في الحادثة اللي عملها، الراجل ده لمّا قتل واحد كان بيقعد يقول لي أنا باتخيّله طول الوقت حواليّا وحاسس إن أنا مش عارف أنساه خالص والذنب وكده. في 2013 الناس ساعدوه يخش برنامج تأهيل، تحديدًا واحد صاحبه اسمه دالاس بيج، وفعلًا سكوت بدأ يرجع لحياته أو ريزل رامون يعني، واتكرم في قاعة المشاهير وقال للناس أنا آسف على أي غلط عملته وكده. بس للأسف في 2022 وقع واتكسر الحوض بتاعه، وبعد عملية جاله 3 سكتات قلبية بسبب جلطة، وقالوا خلاص إحنا هنشيل عنه الأجهزة ومات وهو 63 سنة. وبعد موته ب4 أيام شون والتمان قال لك على فكرة سكوت رجع يشرب كحول في آخر فترة، أيام كورونا يعني. و وشخصية روزي رامون دي بصراحة هتفضل علامة في تاريخ المصارعة، وهو كان دايمًا بيقول لك الشغل الجاد أو الحقيقي فعلًا بيجيب نتيجة، والأحلام بتتحقق، والأوقات الصعبة دي ما بتدومش، بس الأشرار هم اللي بيدوموا. كان بيقول على نفسه شرير يعني. هاقول لكم شوية معلومات عنه كده. هو على فكرة يا جماعة الشخص اللي قتله في الحقيقة ده كان متخانق معاه في الnight club وكده، وخد منه مسدس وضربه في دماغه، وكان وقتها أصلًا اتحكم عليه بالإعدام، وإن هو تُهَم من الدرجة التانية يعني، بس قال لك ما فيش أدلة كفاية وخلاص، ولمّا اتأكدوا إنها دفاع عن نفسه وكده. على فكرة هو كان عنده أصلًا حاجة اسمها PTSD اللي هي صدمة نفسية. كيفن ناش كان قال لك إن هو ده التشخيص الصح، اللي هو اضطراب ما بعد الصدمة. ولمّا كان بيدمن وكده الWCW استغلّوا ده إزاي؟ قعدوا يطلعوا لك سكوت هول وهو سكران ومسطول قدّام الكاميرات، وقالوا له اطلع ما هو ده اللي أنت فالح فيه زي ما بيقول كده يعني. و وهو على فكرة يا جماعة مصارع يعني بصراحة النهاية كانت بسبب وقعة في البيت، يعني حكاية الحوض دي لمّا ما كانش واخد جرعة زيادة وكده، هو وقع أصلًا كان ماشي عادي في البيت واتكعبل والحوض بتاعه اتكسر، وفضل مرمي كذا يوم لحد ما صاحبه لقاه، ولمّا دخل يعمل عملية الحوض جاله طبعًا 3 سكتات قلبية ومات. فيا جماعة والله بصراحة أنا بيصعب عليّا المصارعين وكده والناس المشاهير عمومًا، اللي هو بيبقى مشهور أوي وفجأة تلاقيه يا عيني حاجة حصلت بوّظت كل حياته، أو الناس اللي هي بتعيش بعقدة الذنب دي برضه ما بتبقاش أحسن حاجة، بتبقى صعبة يعني، خصوصًا إن هو الذنب يعني بيبقى أشد من العاطفة حتى وكده. يعني لو هنتكلم حتى فلسفيًا الذنب كان في حد قريت له بيقول لك إن الذنب ده أخطر حاجة فيه إن هو ممكن يعني بيبقى بعيد عن إن هو أشد من العاطفة وكده، هو بياخد أشكال مختلفة بدل ما بينتهي، بيخلّي الواحد قاسي أكتر على نفسه، بيهرب من أي مشاعر. وكان في فيلسوف قال لك هو أخطر صفاته إن هو ممكن يتنكر لك في هيئة فضيلة أو في هيئة صفة كويسة، وعلى أساسها هتحس إن أنت حذر زيادة عن اللزوم مثلًا، أو حاسس إن الصح إنك ما تشاركش في أي حاجة، وأي حب بتقدمه لحد بيبقى مشروط، وتحس دايمًا إن الخير اللي بتعمله تكفير عن فعل عملته. يعني أنت لو كنت صافي روحانيًا أو خلاص حاسس إن أنت صفيت من أي فعل عملته غلط، الخير اللي بتعمله ده هيوصّلك لتغيير فعلًا. فالذنب كشعور ذنب بحت يعني، هو ما بيغيّرش حاجة، هو مش أكتر من شعور استعراضي بحت، فاهمين؟ يعني حاجة واحد بيعذّب أو بيجلد ذاته على الفاضي، طالما ما بيحطكش في قرارات تحوّش. ده يعني كان فلسفيًا مش عايز أتعمّق أوي في الموضوع. وأنا على فكرة يا جماعة ريزر رامون ده أنا شُفت له قبل كده، كنت أعرفه من وأنا مثلًا في حضانة، كنت بالعب لعبة اسمها WWF Arcade WrestleMania. اللعبة دي سنة 98، عارفين ألعاب السيجا اللي هي بتلاقيها 2 ميجا دي؟ كان ريزر رامون ده أول شخصية فيها، وكان طبعًا لعبة حلوة في ذاكرتي يعني. بس والله يا جماعة الراجل ده يعني أتمنى يكون ارتاح دلوقتي، لإن بجد حياته صعبة أوي. أنا يا جماعة مش تخصصتش في المقاسي والحاجات دي بس، لأ عادي أنا باحكي خلاص كل حاجة. بس هي الفترة دي إن أنا باعمل فيديو واحد في اليوم، فلو العنوان ما يشدش وكده وعملت مثلًا قصة عن سولو سكوا فاجيب 200 فيو، القناة هتقع، فاهمين إزاي؟ لغاية بس بكرة هانزل لكم 3 فيديوهات عادي. مع السلامة.